يا مساء الخيرات على أجمل وأحلى البنات. يوم جديد في حياة أم عندها طفل. يومنا النهاردة ابتدى بقى بوحدة الأدراج. كانت عندي متبهدلة خالص، نزلتهم كلهم وغسلتها كويس ونشفتها وغسلت العلب وصفتهم ورجعت رصيت كل حاجة مكانها. الدرج الأولاني ودرج العلب، طبعا كان في علب تانية بس كانت طبعا في التلاجة واللي لسه مغسول، وعملت التاني رجعت الحاجة زي ما كانت الأول. طبعا هنرجع تاني على الوضع بتاعنا بس مش مشكلة، المهم ان انا احس كده بوقت ان الدنيا منظمة حواليا. كنت محتارة اعمل غدا ايه بصراحة. بقالنا كتير ما اكلناش كشري فقلت اعمل كشري. كان عندي شوية مكرونة سباكيتي من غدا امبارح، فقلت خلاص يعني كانوا مسلوقين، فقلت اعمل كشري، يعني اعمل عليهم شوية رز كده وكشري. طبعا ابتديت بالبصل، قشرته وقطعته. كنت الاول بعمله رفيع بصراحة، كان النتيجة كانت بتبقى احلى بس دي اسهل يعني. كنت بعمله بقشرة البطاطس. في مرة هبقى اعمله معاكم، بيطلع حلو جدا ومقرمش زي بتاع المحلات الكشري. قطعت البصل وحطيت عليه 3 معالق دقيق وبدرتهم كويس وسبتهم شوية، يعني مش اول ما حطيت الدقيق حطيته على النار، لا سبتهم شوية في الدقيق وبعد كده حطيته على النار. قلبته كويس وحاولت افك البصل من بعضه، وتأكدت ان كل البصل يعني اتغلف بالدقيق. وفي طاسة كده واسعة رحت نازلة بشوية زيت حلوين. بدأت بالبصل الاول عشان انا هاخد الزيت بتاعه لبقية الطبخة يعني. نزلت بشوية زيت سبتهم سخنوا كويس ورحت نازلة عليهم بالبصل. النار عالية، مش بهدي النار على قلي البصل. وهنا ابتديت انقع العدس على ما البصل يستوي. حطيت ميه مغليه وغطيته وسبته على جنب. هنا كان طماطم ضربتها في الخلاط، وكان في طماطم في الفريزر، كانت الطماطم طبعا دي قليله فحطيت عليها طماطم في الفريزر فكانت مجمده، ما كانش ينفع اضربها دلوقتي، سبتها تغلي معاها. ورجعت للبصل اديته كده تقليبه كده، كان خلاص خد اللون بتاعه المظبوط. جبت الحله اللي هعمل فيها الرز وحطيت فيها مصفى، وحطيت البصل يتصفى يعني في قلبيها كده كده عشان هاخد الزيت هعمل بيه الرز. بحب في الكشري جدا حاجتين 2، التقليه اللي هي البصل والدقه، دول اكتر حاجتين بحبهم. هنا صفيت الزيت وخدت منه شويه اعمل بيهم الرز، بيخلي بصراحه زيت البصل في الكشري بيبقى حلو قوي. حمرت الشعريه فيه ورحت حاطه الرز المغسول والعدس صفيته ورحت حطاه مع الرز والشعريه، حطيتهم تشويح على النار وحطيت شويه ملح وشويه كمون ورحت نازله عليهم بميه مغليه وغطيت عليها. كانت الصلصه اصلا غلت وضربتها بالهاند بلندر، رحت نازله عليها ب3 معالق من زيت البصل، شويه زيت بصل يعني، وواحده مرقه دجاج وشويه ملح وشويه كزبره ناشفه وشويه بابريكا ومعلقه سكر. طبعا كنت عايزه كان شويه فلفل اسود بس كان الفلفل الاسود عندي خلص، فاكتفيت بقى بالتوابل دي وبتبقى ريحتها حلوه. ما رضيتش احط عليها خل عشان حسيت ان الصلصه كتيره عشان تنفع معايا في طبخه تانية، فما رضيتش احط عليها خل. وبصراحه الخل ده طلع فستك، خل هاينز ده طلع فستك وحش جدا، ما فيهوش كده المزازه بتاعه الخل. كنت عملت الدقه معلقه توم مهروس وشويه كمون ونص، يعني المفروض ربع كوبايه خل بس انا حطيت نص ولا عملت اي حاجه وسبتها تغلي على النار. هنا بقى عملت الشطه الزيت، حطيت برضو زيت البصل ونزلت عليه ب3 معالق شطه ورحت مقطعه قرن فلفل ونزلت عليها بكبشتين كده من الصلصه. والاكل كان خلص وكان كشري. طبعا ما سلقتش مكرونه عشان كان عندي المكرونه الاسباجيتي باقيه من غدا امبارح، وكانوا شويه كشري. والحمص ده كنت اصلا وانا سلقه قبل كده الكشري كنت عامله حمص في الفريزر، يعني بحب اسلقه بزياده. وكان جميل والحمد لله. واستنوني في فيديو جديد ويوم جديد. ما تنسوش اللايك والاشتراك عشان يوصل لكم كل جديد.